معروفة يا جدعان، ما معروفة يا جدعان، كله بيعيش الوهم وفي الاخر الاهلي بياخد الدوري. معروفة يا جدعان، ليه نضحك في قلبنا ونتفرج على دوري وماتش ذهاب وماتش عودة؟ ما معروفة يا جدعان، سيظل ملك اللعبة هو النادي الأهلي. سمستر اوف سسبنس، النادي الأهلي يتغلب على البنك الأهلي بنتيجة 2-1. وزي ما قلت لك يا حبيبي الزرزور، لو انت متابع الزرزور ومن محبينه هتلاقيني في الفيديو اللي فات قلت لك عماد النحاس مدرب على الله ولا يفقه شيء، ولكن بيصلي والناس بتحبه فربنا بيكرمه. يا جدعان انا مش بتاع بالله يا جدعان، ولا بطخ اي حاجه، ولا بهاجم الناس دي عشان الناس دي انا ليا عندهم فلوس ولا هم ليهم عندي حاجه. يا جدعان انا شواف، انا عارف عماد النحاس وهبط طنطا يا جدعان، وبهدل المقاولين واي فرقه بهدل اسواق يا جدعان، اي فرقه بيمسكها انا عارفه، انا عارف عماد النحاس ده يا جدع. ده النهارده عمل، هنتكلم في كل حاجه النهارده يا جدعان. تعالى، الاهلي بيبدأ بخطة ياسر ابراهيم والعش. مش هتكلم على الباكات بتاعتنا يعني فاهم، ما نتكلمش عليهم ولا نتكلم على محمد هاني ولا كوكا، فاهم، اكنهم ما لعبوش. احسن 6 في مصر مروان عطية، احسن لاعب في افريقيا امام عاشور، واكرم توفيق ماشي. وعندنا بدأنا بجريديشار وده تغيير ومقعد وسام وطاهر وبن شرقي، معروفه طبعا. طب يا زرزور الشناوي يا جدعان، الشناوي يا جدعان اسمه الذكر سكيب على طول يا جدعان، الشناوي اسمه الذكر سكيب. بنلعب فاهم، بنلعب بواحد واقف جون، مين ده ما نعرفش، هو احنا كمالة عدد. هو يا جدعان لما حد يروح حجز يا جدعان ومبقاش عارفين نجيب ايه، بنجيب اي حد نوقفه جون. هو ده محمد الشناوي، فرقة كاملة بس ناقصها جون. تعال بص، محمد هاني يا جدعان، وقسما بالله من قبل نبص ما اجيب تليفون وانا اللاعب ده يا جدعان بكرهه كره، مش بكرهه كشخصية، بكرهه كلاعب. اللي هو ازاي لعبت انت كورة، فاهم ازاي؟ مين اللي لبسك شورت وفانيلا وشراب وقالك انت يعني ممكن تبقى لعيب كورة؟ هقول لك يا ده محمد هاني، انت ممكن تشتغل موديل فاهم، بشعرك ده تعمل تعرض تيشيرتات وتتصور كام صورة على الانستا اوف هتعمل فلوس يا جدعان. يا جدعان الف ب باك رايت الف ب باك، انك تعرف ترفع يا جدعان. يا جدعان استنوا يا جدعان، في ايه يا جدعان؟ مش عارف اصور ولا اتكلم كلمتين مع الناس يا عم ده يا جدعان. يا جدعان هي اسمها عرضية، محمد هاني بيعملها طولية. محمد هاني يا لهوي يا لهوي على محمد هاني واللي عمله فيا النهارده في الماتش يا جدعان. بنلعب من غير باك رايت يا جدعان، ايه ده؟ اقل باك رايت جه، اقل باك رايت جه الاهلي ايه؟ اقل باك رايت جه الدوري، جه الكورة. ايه ده؟ ايه القرف ده يا جدعان؟ ده قرفني، ده انا قطعت الفانيلا. معلش سيبنا من ده، تعال نشوف الباك ليفت بقى. ما هو مهديك انا اسف واحنا مش هينفع نلعب ولا باك رايت ولا باك ليفت. بص الباك ليفت بتاعنا كوكا، وبص عماد النحاس قالك ايه عليه بعد الماتش. نروح لكوكا. طيب يا عم كوكا يا عم كوكا، انت مالكش مكان في الاهلي في نص الملعب. طبعا احنا جبنا بالرمضان وعندك مروان عطية وامام وحمدي جاي والسولية وفي زيطة، فانت مالكش مكان في نص الملعب. ربنا رزقك والباكين الليفت بتوعنا يحيى والدبيس اتصابوا، فربنا قالك خد هدية مركز اهو عشان انت اشول، فاجتهد. لعب 90 دقيقة يا دين ابويا يا جدعان، يا لهوي يا جدعان، استغفر الله العظيم يا رب، مش هدخل الدين تاني في الكلام. يا جدعان
طب محمد هاني عارفين اللي هو ما بيعرفش يرفع، بس ساعات بيقطع بيقطع ورا، يعني ما بقاله سنين في الملاعب فبيعرف يقطع الكرة ورا في الدفاع. انما انت ولا دفاع ولا هجوم. ده ايه ده يا جدع الاختبارات اللي انتوا عديتوا منها دي يا جدعان؟ يا جدعان ايه الكرة يا جدعان اللي انتوا لعبتوها دي يا جدعان؟ كوكا يا جدعان، ده كوكا ده السيد نيمار كالو كوبري ودخل الواد، كان هيقع بيلن وهيتحسب علينا بيلن. كوكا لبس كوبري. ايه ده كوبري صلاح سالم. ده ايه ده؟ فكك يا جدعان، انا عمري ما شفت باك بيرفع ببطن رجله. انا عمري ما شفت باك بيرفع عايزها تطلع بالطول. يعني انت ممكن فاهم، ممكن تعمل سروب بطن رجلك تكبسها كده لو انت باك، على حسب الكرة اللي انا مش هقول لك لعبتها، شفتها يا عم. في باك كده بيعملها ببطن رجله ايه في الارض، لكن ده عايز يعملها ببطن رجله تبند في، انا مش عارف هو عايز يعمل ايه. اللي هي الكرة اللي احنا قلنا عليها ايه بيلين واللعيبه شاورت جت في ايد الواد. يعني انت باك والواد لعب لك الكوره، لو انت عايز تلعبها ببطن رجلك فالعبها قدام وسام، فاهم؟ قدام الفيرود. لكن اخبطها ببطن رجله من وراه، اقطم له وسطه، اجيب له ديسك. فانت بتفكيرك اصلا الكروي، مفيش تفكير كوره، انت ما تفكرش كوره. انت كنت هتخسرنا الماتش. لا، وتطلع تلاقي عماد النحاس بعد الماتش راجل محترم في المؤتمر الصحفي بيقول له: هو انت شايف يا كابتن عماد، يا ملتزم يا متدين يا علي في الاخلاق جدا، انت شايف ان علي معلول ما يلعبش اساسي وكوكا يلعب برغم مستواه المتذبذب؟ وانت شايف يعني علي معلول وقفشه لعيبه كبيره ما تشاركش وتقعد على الدكه؟ قال له: مين قال لك كده؟ كوكا لاعب كبير قوي، لاعب منتخب مصر وبقاله فتره بيأدي كويس. فتره ايه يا كابتن عماد فنكوشه؟ فتره اللي بيأدي كويس ده يا جدع. يعني لو لعبت عم حارس لعبته باك ليفت هيبقى احسن من كوكا. تقول انت بقاله فتره متذبذب وتجيب علي معلول في الدقيقه 88 تقول له تعالى هتنزل، بعد كده تلاقي هجمه خطيره تقول له لا اقعد، ارجع تاني يا معلول اقعد، بعد كده تنزله تاني. يا كابتن انت نسيت علي معلول ده ولا انت ما بتفهمش؟ هي دي حركه تتعمل مع لاعب زي ده يا جدعان؟ يا جدعان انا بقيت قاعد بتفرج مكسوف على نفسي. ازاي لاعب زي ده جاب لنا بطولات وضحى بالحاجات دي كلها يا جدعان ومكمل معانا نعمله المعامله دي؟ احنا يهود يا جدعان؟ علي معلول يا جدعان يتعمل معاه كده؟ ده علي معلول ده انا كنت فاكر اللي هو يبقى رئيس النادي قدام، نبهدله كده يا جدعان؟ يقول له تعالى لا خلاص في روح، لا خلاص تعالى. ايه يا عم انت؟ ايه يا كابتن عماد؟ قلت له انت مدرب مؤقت كنت سلختك، بس عادي. فيديو كله عن كوكا وهاني عشان دول تعبوني نفسيا قوي يا جدعان. ده الجول اللي دخل فينا بسبب كوكا. كلام كتير قوي يا جدعان، اداء سيء، وانا كنت عارف ان ده هيحصل يا جدعان. انا عارف عماد النحاس انا عارف عماد النحاس يا جدعان. ناس بقى قالت لك لقيته بيكسب بخمسات وستات. ايه ده؟ عماد النحاس راح معانا كاس العالم يا جدع. انا قاعد على القهوه بقول له: يا ابني عماد النحاس مين اللي راح معانا كاس العالم؟ ايه يا ابني؟ ده كسب حرس الحدود 5-0 وكسب المصري 4. يا ابني عماد النحاس. شفت عماد النحاس النهارده في ماتش البنك؟ انا بعتب ليه عليه؟ ما هو كده مؤقت. طيب اداء سيء من الاهلي. طيب علامة استفهام كبيرة قوي على بن شرقي. علامة استفهام اكبر بكتير على حسين الشحات اللي الدقايق اللي بيلعبها بيخصيني كرويا. انا بحبه بس ليه؟ ايه يا ابني اللي وصلها لكده؟ ايه اللي وصلها لكده؟ فوق يا حسين. ياسر، دوري ياسر. طيب
بما ان ياسر عمل الجون والاسيست وشايل برضو الجون الماتش اللي فات كرة من على الخط وكل حاجة، بس ياسر عمل بلاوي في ماتش البنك، الجون بسببه، الجون اللي دخل فينا هو ما ضغطش عليه واتزحلق. اي نعم سببه الاولاني كوكا، بس ياسر فيه خطأ، ياسر كان فيه كام خطأ بس لعب كويس. بس ياسر برضو عنده اخطاء، لازم يلعب جنبه سردباك تقيل يغطيه. وابتدى يظهر العش يا جدعان، اصبر عليه يستوي العش ده وهتشوف حاجة كده زي شادي محمد. اتفرج على العش ده جامد قوي يا جدعان، جامد قوي يا جدعان، حاجة جرينتا. طيب اكرم توفيق مش هتكلم عليه، مش هتكلم على اكرم، كده كده هو راجع ماشي، فانا مش هتكلم عليه. امام، ما انا يا جماعه انا لو اتكلمت عن امام انا هحس ان انا بصغر من امام. انا امام عايز اقول امام عاشور بس واسكت. هو شارح نفسه، هو شارح نفسه. عمرو السولية نزل، عمرو السولية نزل يا جدعان، ما عملش غير الشوطه اللي في نص الجون اللي البلعوتي عمل عليها استعراض، ممكن البلعوتي يمسكها عادي بس استعرض فيه. انا ما بقتنعش بالسولية كبديل، ابدا بيه يديني انتاج كويس، انزله كبديل لا يفقه شيء في الحياه. النهارده شفنا اداء سيء من النادي الاهلي، تاني ماتش على التوالي، ولكن بنكسب ببركه دعاء الوالدين. يا ترى الاهلي هيكمل بالمستوى ده في الايام اللي جايه؟ يا ترى كابتن عماد النحاس هينهي علي معلول وقفشه؟ ما هنشوف كابتن عماد النحاس يدرج الجنبين بقى يا جدعان ده شايف ان كوكا بيلعب حلو. انا مش عارف كابتن عماد في ايه يا كابتن، في دكتور نظر في السيده زينب، ابعت لك رقمه لو انت مش شايف ان كوكا. ما هو احنا يا جدعان كده هنجيب باك ليفت او ماشي، انما يا جدعان محمد هاني ده يا جدعان ده مشكله يا جدعان، محدش واخد باله منها يا جدعان. ده انا مش قادر انساله جون الوداد اللي دخل فينا في نهائي افريقيا لما مرضيش يضغط على الواد ودخلت فينا. مش قادر انسى الواد ده بيتعب لي اعصابي. محمد هاني ده لازم يا جدعان نشوف حل في الباكات يا جدعان، خط النص. طب الشناوي يا جدعان، الشناوي محدش يتكلم عليها يا جدعان. يا جدعان الشناوي لو اقول لك على حاجه، انا حلمت حلم قبل كده ان العماره بتقع عليا امي كانت جوه في العماره، رايح اجري فانا في الحلم مش فاهم، اسند العماره بايدي عشان امي ما تقعش، المره تقع على امي. محمد الشناوي قال لي يا ابن اللعيبه انت فردت ايدك للاخر، ده انا ما بعرفش اعملها في الحلم. في حاجه في كوع محمد الشناوي يا جدعان، مفيش بني ادم ما بيعرفش يفرد كوعه. يعني محمد الشناوي، استنى سيبه، محمد الشناوي قول له اعمل كده مش هيعرف، قول له اعمل كده مش هيعرف. محمد الشناوي اخره بيعمل كده، يا كرة يا وحشه. جدعان الكلام يزعل الناس مني كتير، كلام بس فرحة الدوري تنسيني كل حاجة، فرحة الدوري تنسيني كل حاجة، ولو حاجة ولا حاجة الاهلي هيفضل هو الاهلي يا عم الزرزور. اشوف وشك على خير يا حبيب الزرزور. الاهلي ذا ماستر اوف سسبنس، وخلاص خدنا الدوري وهنكسب فاركو وكله يعيش الوهم، ويبقى الاهلي سيد المجرة وسيد القارة. اشوف وشك على خير يا حبيب الزرزور.